أهلا بيكم يا حبايبي في المحاضرة الثانية التأسيسية اللي هي ما قبل المرحلة الثانوية. خلاص، واحنا أطلقنا عليها اللي هي المرحلة الإعدادية، يعني هي كورس المرحلة الإعدادية. طيب، خدنا في المحاضرة الأولى سريعا كده وهو تكوين السؤال وتكوين الجملة، وقلنا إن تكوين السؤال ده بيتكون من أداة، لازم نبدأ بأداة استفهام اللي هي فعل مساعد، أداة فعل مساعد، فاعل، وباقي الجملة سواء كان فعل أو مكان أو صفة. تمام؟ تمام. قلنا حل انت لوحدك شويه واجبات كده، تعال نطبق مع بعض على الواجبات اللي انت حلتها. تعال شوف اللي انت حليته كده معانا مع بعض. كل ده على تكوين السؤال بس. My brother did his homework carefully. اخويا عمل الواجب بحرص. فانا هنا قلنا لو الاجابه بتاعتك بادئه بفاعل عاقل، فاعل عاقل، انت ابدا السؤال دايما بتاعك بكلمه هو، من. فانا هنا اقوم قايل كده اهو، who did his homework. طيب، سامي زار المدرسة twice a week، مرتين في الأسبوع. فاحنا قلنا لما يكون في عدد مرات في قلب السؤال بسأل بكلمة how often، دي مهمة جدا. فهقول how often، ادي الأداة بتاعتي. الفعل المساعد قلنا بنعرفها من الفعل اللي في الجملة اللي هو كلمة visits. visits دي مصدر بإس، يبقى how often ايه؟ does. الفاعل اللي هو كلمة سامي، how often does سامي visit library. طيب، هنا loves eating pizza، هنا بتحب أكل البيتزا. فأنا هقول هنا ماذا هنا تحب أن تأكل. طيب، ماذا يعني إيه؟ دي كلمة what. تمام. الفعل المساعد عندك مصدر بإس، يبقى لازم أقول what does. تمام. الفاعل هو أول كلمة في الإجابة لسه قايلين عليها، يبقى what does هناء love. what does هناء love. موضوع سهل خالص. طيب، علا بتلعب التوبة بهبلي، بكل سعادة. فأنا عايز أقول لك دايما الظرف، دايما لما يكون في ظرف في الإجابة زي كلمة هبلي دي، أنت دايما تسأل بكلمة هاو. يبقى أقول هاو did علا. طب استخدمت did ليه؟ عشان في هنا بليد ماضي. هاو did علا play توبة. طيب، شادي gets up at 5، شادي بيصحى الساعة 5. فأنا زي ما أنا متعود هحاول أكون الإجابة العربي، السؤال بالعربي الأول. أقول متى شادي يستيقظ. متى يعني إيه؟ هتبقى when. طيب، متى الفعل المساعد يا do يا does يا did. أنا عندي gets، يبقى when does الفاعل أو الكلمة في الإجابة شادي، وممكن أستخدم he. when does شادي، when does he، ولازم الفعل في المصدر get up. طيب، هاني doesn't go to school، هاني معرفش يروح المدرسة لأنه تعبان. احنا قلنا لو الإجابة فيها because اللي هي معناها لأن، لازم، برافو عليك شاطر اللي بيتكلم معايا، لازم أعمل السؤال بواي. واي الفعل المساعد زي ما هو جاي كده، واي doesn't هاني، لماذا هاني go to school، ما راحش المدرسه. مهم قوي يا اولاد ان دايما اقول بالعربي. دايما اي حاجه اكتبها بالانجليزي، بتكتب بقى باراجراف، بتكتب جمله، بتكتب سؤال، دايما انت بتكتب انجليزي اكتبه عربي الاول في دماغك، او اعمله عربي الاول في دماغك، هيسهل عليك كتير جدا وهيقلل اخطائك خالص. تمام؟ ماشي. ماما طبخت الرز في المطبخ. طيب، ممكن اقول مين اللي طبخ الرز، اين ماما طبخت الرز، ماذا ماما طبخت في المطبخ. كل ده صح. تمام. لو انا عايز اقول ماذا ماما طبخت مثلا هقول وات. طب الفعل المساعد هيبقى does عشان كوكس مصدر باسم. وات does mother cook. خلاص، وهكذا. طبعا اي سؤال هيقابلك صعب ابعته لي في رساله وانا احله معاك في لحظتها، ما تقلقش. طيب، اي حاجه هتبقى صعبه عليك في اي وقت، في اي سؤال طول فتره الكورس، ابعتها خلاص في رساله وانا هكون وهرد عليك بالاجابه، سواء واتس او ماسنجر ايا كان، يعني اللي انت عايزه. ماشي. شويه اسئله على يس ونو. احنا قلنا السؤال بيبدا بيس ونو، اللي ببدا بيه لازم انهي بيه. برضه اهو، can you speak no I can't.
تمام؟ اللي ببدا بيه لازم انهي بيه. ار يو coming؟ فاكرين قاعده ار يو لما قلنا لازم في الاجابه تبقى اي ام. ار يو يا اما يس اي ام، لو قال لك نو هتبقى نو اي ام نوت. طيب از مها coming with us؟ هل مها تيجي معانا؟ نو، الضمير بتاع مها شي، وعشان هي نو فاز هتبقى ايه؟ isn't. had Nancy worked؟ yes she، عشان نانسي والسؤال بدأ بهاد يبقى is she had. طيب المحادثات برضه نكمل شوية محادثات. هنا نورة بتتكلم مع هند، قلنا لما تيجي تحل محادثة لازم تترجمها كلها او اول على الاقل 3 4 سطور مع بعض وتعرف بتتكلم عن ايه، ولما تترجمها هتعرف النقط الناقصة بالعربي. هنا نورة بتقول لهند ما هو اسمك الاولاني؟ كلمة ماي دايما بتبقى يور في السؤال، اعرفها بقى اهو، زي ما هي كلمة اي بتتحول ليو، فكلمة ماي بتتحول لكلمة يور. اكتب ورايا الحاجات دي مهمة، اساسيات في حل الديالوج. طيب how are you؟ I am 12. السؤال عن العمر how old؟ I am 12 years old. اساسيات في الرد. where were you born؟ شفت where you تحولت ل I was. اين انت؟ where were you born؟ اين انت اتولدت؟ هي متجاوبه I was born in Cairo. اين انت اتولدت فين؟ في القاهره. طيب hello محمد what's your father's name؟ ما هو اسم باباك؟ اسم يعني name. how many brothers do you have؟ كم عدد؟ how many. شفت كل دي اسئله بعرفها بالعربي. كم عدد؟ قال له عندي 3 اخوات. سأله سؤال is your aunt؟ أميرة is my aunt. الإجابة في الأول اسم شخص يبقى أنا لازم أسأل بهو، من هي عمتك أو خالتك. how is your grand؟ هو عنده 60 سنة يبقى how old. ديالوج واحد اهوت فيها 3 تكوين سؤال. طيب where did you go last summer؟ أين أنت ذهبت الصيف اللي فات؟ قال له I went to شرم الشيخ. ذهبت إلى شرم الشيخ. how كيف أنت؟ how do، لأن do أصلا من الحاجات اللي لازم نستخدمها لو الفاعل جمع. do بنستخدمها لو الفاعل جمع. ركز معايا في الحتة دي. يبقى احنا هنا استخدمنا كلمة دو عشان يو جمع، لأن دو دي بتيجي مع الفاعل الجمع، وداز دي بتيجي مع الفاعل المفرد. طيب ازاي رحت؟ قال له باي مثلا باي كار، اي حاجه بقى، باي باص. هو ديد من ديد يو جو ويز؟ دي مهمه قوي السؤال ده ولاد. لما تلاقي السؤال بدأ في الاول وهو وفي الاخر ويز، هو عايز يقول له مع من. هو دو يو جو ويز مع من؟ هيقول له اي، طبعا هنا في ديد اهي يبقى لازم الاجابه تكون في الماضي. I went with my family. السؤال في ديد لازم يكون الاجابه فين؟ في الماضي اهي. لو قلناها في الاول، لو السؤال في ديد لازم الفعل في الاجابه يكون ماضي. طيب يلا واحده كمان. do you live؟ قال له انا عايش في القاهره، يبقى ماذا تعيش ولا متى تعيش ولا اين تعيش؟ يبقى where do you live؟ I live in Cairo in a big apartment. Have you got any brothers؟ هل عندك اخوات او يعني بنات وصبيان؟ Yes I have got one brother. عندي اخ واحد ولكن مفيش اخوات. What's your name؟ اساميهم ايه؟ It is السلام. What's your، لا بقول شارع السلام، يبقى انا اقول له What's your address؟ ايه هو عنوانك؟ تمام؟ طيب نبدأ بقى في الحصة بتاعتنا الثانية وهي شرح الضمائر. النهارده ان شاء الله في المحاضرة الثانية هناخد اساسيات مهمة جدا وهي ضمائر وكل انواع الافعال المساعدة، اللي هو verb to be يكون، verb to do يفعل، verb to have يمتلك. ركز معايا. نبدأ أول حاجة بالبروناونز وهي الضمائر. عندنا كم نوع من الضمائر؟ في ضمائر فاعل، ضمائر مفعول، صفات ملكية،
ضمائر ملكيه، ضمائر منعكسه. تاني، عندنا ضمائر فاعل، ضمائر مفعول، صفات ملكيه، ضمائر ملكيه، ضمائر منعكسه. نشرح وهنحل وهنطبق، ومش مجرد انك تسمع وتنسى وتمشي. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ضمائر الفعل. ضمائر الفعل دي اللي هي I he she it they we you. طيب، ضمائر الفعل دي I دي اللي هي معناها انا، هي ديت اللي هي معناها هو، she معناها هي، it لما اجي اشاور على حاجه غير عاقل. ركز معايا يا ولاد، دي مهمه جدا. ضمائر الفاعل I انا، هي هو، she هي، it لما اجي اشاور على غير عاقل، بشاور على الكتاب it is book، بشاور على القلم it is pen، بشاور على حيطه it is a wall، it is ball، it is desk. باجي اشاور على حاجه غير عاقل بقول عليها it، بشاور على واحد بقول هي، بشاور على واحده بقول she، وهكذا. طيب، الجمع بقى they اللي هي هم، we اللي هي نحن، you اللي هي انت. طيب، ايه هي ضمائر الفاعل؟ مبدئيا ضمائر الفاعل دي الضمائر اللي بتحل محل الفاعل، ولازم اهو بتيجي في اول الجمله. ضمائر الفاعل دايما بتيجي مكان اسم الفاعل. وطبعا احنا لما خدنا تكوين الجمله في المحاضره الاولى قلنا اول كلمه في الجمله هي الفاعل، سواء كان الاسم محمد، احمد، بوك، علي، ايا كان الاسم، ممكن يجي بالاسم نفسه، ممكن يجي ضمير عنه. خلاص؟ ازاي؟ يعني مثلا انا مثلا لما اقول لك بص كده، لما اقول لك هنا مثلا علي visits أليكس، علي يزور اسكندريه. علي ده هنا فاعل، انا لما عاوز اشيله بحط ضمير فاعل، يبقى انا جبت ضمير الفاعل مكان الفاعل. اهو علي ده واحد، يبقى الضمير بتاعه ايه؟ هي. يبقى ضمائر الفاعل دي بتيجي في الاول مكان اسم الفاعل. طيب، لما اقول لك book is nice، الكتاب يكون جميل، برافو شاطر. انا عايز اشيل book اللي هو الفاعل، احط مكانه هي؟ لا، احط مكانه it لانه غير عاقل. تمام؟ طيب، مع بعض كده واحده واحده. يبقى انا هنا ضمير الفاعل قلنا بيحل محل الفاعل اللي جاي في اول الجمله، سواء كان عاقل او غير عاقل. طيب، زي ما اقول لك اهوت اي اللي هي انا، وي نحن، يو انت، هي مكان الولد، شي اللي هي مكان البنت، الات الغير العاقل، زي للجمع. تمام؟ ضمائر المفعول. نيجي لضمائر المفعول. تاني حاجه اللي هي مي، هم، اي دي بتبقى مي، هي بتبقى هم، شي بتبقى هير، ات بتفضل زي ما هي المفعول غير العاقل، زي بتبقى ذم، وي بتبقى اس، ويو بتبقى يو. ضمائر المفعول اللي هي مي وهم، ايوه خد بالك، بص هنا مي وهم وهير وات واس وذم ويو، مي وهم وهير واس وذم ويو. ضمائر المفعول دايما بتيجي مكان المفعول. يعني ايه مكان المفعول؟ تعالى، يعني انا مثلا ما اقول لك، ركز معايا كده، لما اقول لك علي saw احمد in park، علي ده فاعل، علي شاف احمد، احمد ده مفعول. انا بقى عايز اشيل المفعول ده واحط مكانه ضمير، يبقى علي saw، عندي بقى مي ولا هم ولا هير؟ تقول لي علي ده واحد، احمد ده واحد، يبقى saw ايه؟ هم. علي saw him، علي شافه. تمام؟ لما اقول لك مثلا I read story، story دي مفعول، انا عايز اشيلها واحط مكانها ضمير مفعول، يبقى I read it. يبقى الضمائر يا اولاد انت بتحذف حاجات وبتحط مكان حاجه تنوب عنها.
بتدل عليها، هو ده الضمائر. حذفت فاعل فبتحط ضمير فاعل، حذفت مفعول بتحط ضمير مفعول. ودايما ضمير المفعول ده اهو بيجي بعد الفعل، بعد ريد وبعد كلمة سو. هو دي ضمائر المفعول. خلاص؟ يبقى ضمائر المفعول ده اهي تستخدم للتعبير عن المفعول، انا بجيبها مكان المفعول. تمام؟ زي ما بقول I know him، انا عارفه. هم ده عايد على واحد. he went with me، هو ذهب معي. تمام؟ نيجي لضمائر الملكيه وصفات الملكيه. ركز بقى معايا يا باشا عشان دي مهمه قوي. اولا صفات الملكيه. صفات الملكيه اللي هي my وhis وهير. ركز بقى، هير ده برضه ضمير مفعول وضمير ملكيه. خلاص؟ ضمير مفعول وصفه ملكيه. my وhis وهير وزير وأور ويور. دي اسمها صفات الملكية. أنا بتكلم عن صفات الملكية. صفات الملكية خد بالك من الحتة دي، بعدها أهي صفات الملكية بيجي بعدها الحاجة اللي الشخص بيمتلكها. بيجي بعدها الحاجة اللي الشخص بيمتلكها. تاني أمثلة ونركز مع بعض. بص يا باشا، صفات الملكية زي كلمة ماي، هقول لك ماي بوك كتابي. هز هقول لك هز بن قلمه. يبقى صفات الملكية بعدها الحاجة اللي انت بتمتلكها على طول. اقول لك مثلا هير باج شنطتها. تمام؟ هقول لك اور هوم منزلنا. يبقى دايما صفات الملكية اللي هي ماي وهز وهير واور وذير ويور بعدها الحاجة اللي انت بتمتلكها. يبقى لما تلاقي الحاجة اللي انت بتمتلكها سواء كانت بوك بن صن دوتر فاذر اي حاجة وعايز قبلها ضمير، هات صفة ملكية. يعني لما اقول لك كده she is not mom، هي تكون، هقول لك my mom her mom، هي تكون مامتي مامتها his mom مامته، وهكذا. مادام جايب لك الحاجه اللي الشخص ممكن يمتلكها في الاخر قبل الحاجه دي سواء كانت عاقل او غير عاقل، هات قبلها صفه ملكيه. اما ضمائر الملكيه اهو، يبقى قلنا صفات الملكيه اللي هي ماي وهز وهير وذير واور بعدها الحاجه اللي انت بتمتلكها. ماي وبعد كده هاوس، زير وبعد كده بوكس، هز وبعد كده بيرث دي. اما ضمائر الملكيه بقى اللي هي ماين وهز وهيرز واورز وذيرز، خلاص، ويورز، دول بقى ضمائر الملكيه دي. بص بقى، قبلها الحاجه اللي الشخص بيمتلكها. يعني الحاجه لو جت في الاول بتجيب انت في الاخر ضمير ايه؟ ملكيه. الحاجه جت في الاول هات في الاخر ضمير ملكيه. تمام؟ الحاجه جت في الاول هات في الاخر ضمير ملكيه. تعال اهو، بص يا باشا، انا قلت لك هنا ماي بوك، هنا بقى هقول لك ايه؟ بص، this book is mine. الحاجه جت في الاول هات في الاخر ضمير ايه؟ ملكيه. تاني، الحاجه نفسها جت اهي، جت في الاخر، هات قبل الحاجه صفه ملكيه. طب الحاجه جت في الاول، بوك جت في الاول، هوم جت في الاول، هاوس جت في الاول، دوتر جت في الاول، مام جت في الاول، هات انت في الاخر ضمير ملكيه. يبقى صفه الملكيه قبل الحاجه اللي بتمتلكها، ضمير الملكيه بعد الحاجه اللي انت بتمتلكها اللي جت في الاول. يعني لما اقول لك كده this house is hers، البيت ده ملكها. خلاص؟ يبقى صفات الملكيه اللي هي ماي وهز وهير وذير واور بعدها الحاجه. اما ماين وهيرز وزيرز واورز قبلها الحاجه اللي جت في الاول. نيجي لاخر حاجه وهي الضمائر المنعكسه. ايه هي بقى الضمائر المنعكسه؟ اللي هي بتبقى ماي
self her self ايوه وهم self myself اللي هي نفسي her self نفسها himself اللي هو نفسه our selves نفسنا them selves نفسهم your self نفسك أو your selves نفسكم نفسك أنت واحد yourself نفسكم جماعة يبقى yourselves ودايما لما تكون بص لو كان الفاعل والمفعول شخص واحد الفاعل اهو والمفعول شخص واحد الفاعل اهو هي راحت الطبيب بنفسها انت هتجرح نفسك انا قطعت بنفسي هم غسلوا بنفسهم الفاعل والمفعول شخص واحد يبقى لما يكون الفاعل والمفعول شخص واحد وعمل حاجه بنفسه لازم استخدم ضمائر منعكسه تمام. تعالى نحل مع بعض شويه بقى. احنا قلنا مش شرح بس لازم تطبق مفيش شرح من غير تطبيق. طيب your house is small بيتك صغير بيتي يكون كبير. هو جاب لك البيت جابه لك خلاص في الاول يبقى انت عايز ان هو الضمير ملكيه ours is big بتاعنا يكون كبير بيتنا يكون كبير. طيب that's my uncle's car هذه تكون عربية عمي إنها عربيته it's his. طيب that's my mother's book ده كتاب مامتي كتابها hers. طول ما الحاجة اهي بص الحاجة جت خلاص الحاجة جت هات انت في الآخر بص يا ولاد الحاجة جت في الأول هات في الآخر ضمير ملكية طيب these are their bags الشرطة جت في الأول اهي يبقى they are theirs. هذا القلم ينتمي إلى عادل it's his pen. الحاجة جت بقى هنا يبقى عايز قبلها صفة ملكية يبقى his pen. الحاجة جت قبلها صفة ملكية الحاجات في الأول هات في الآخر ضمير إيه؟ ملكية. طيب this house belongs to us هذا البيت ينتمي إلينا يبقى it is إيه؟ ده بتاعنا. البيت جه في الأول يبقى ours. البيت جه في الأول يبقى إيه؟ ours. طيب the football is الكورة تكون ولكن تلاتة مع أختي يبقى الكود بتاعي إيه؟ ملكي mine. طيب نكمل my name is مصطفى اسمي مصطفى. طيب بابايا يسمى كذا father جت يبقى عايز قبلها على طول صفة ملكية يبقى my father. ذا بن القلم doesn't belong مش بتاعك it isn't مش ملكك it isn't your pen. يا ابني الحاجة جت هات قبلها صفة ملكية الحاجة جت في الأول هات في الآخر ضمير ملكية. طيب I have got one sister أنا عندي أخت واحدة اسمها her name her name. لو سمحت give your phone number give اعطيه موبايلك give him your phone number اعطيه رقمك give him. this is her drum ده الدرام بتاعها درام جت في الأول يبقى على طول من غير ما أفكر ضمير ملكية. my father is painting you our house بابايا بيدهن البيت بنفسه يبقى himself. did famous person draw that هل فنان مشهور رسم ده ولا انت عملت ده بنفسك yourself. موضوع صعب سهل خالص. my sister and I انا واختي بنحب ناخد صور لنفسنا ourselves. if you are hungry لو انت جعان make اعمل لنفسك make yourself. I didn't buy this cake انا ما اشتريتش الكيكه دي انا عملتها بنفسي myself. موضوع سهل جدا. يبقى ضمائر الفاعل بتيجي في اول الجمله مكان الفاعل ضمائر المفعول بتيجي مكان المفعول اللي هي هم ومي واس وزم وهكذا سواء كان عاقل او غير عاقل
صفات الملكيه بعدها الحاجه اللي تمتلكها. لو الحاجه اللي انت بتمتلكها جت في الاول، هات انت في الاخر ضمير ملكيه. ضمير المنعكسه لو الشخص عمل حاجه بنفسه او بنفسي او بنفسه او بنفسها وهكذا. ادي قصه الضمائر. شويه تصحيح. This is my house. ليه؟ جاب هاوس في الاخر. That's my sister's car. ده عربيه اختي، يبقى بتاعتها hers. طب انت جبت ضمير ملكيه ليه؟ عشان العربيه جت في الاول خلاص. ده الموبايل جاي في الاخر، يبقى قبله صفه ملكيه هير موبايل. البن جه في الاخر، في الاول اهو البن جه في الاول خلاص، يبقى هيرز. which house is. الهاوس جه في الاول يبقى يورز. ضمير الملكيه ما دام الحاجه جت في الاول حط في الاخر ضمير ملكيه. طيب نيجي للجزء الثاني في المحاضره الثانيه بعد الضمائر، وهي الافعال المساعده. ركز معايا بقى. احنا عندنا 3 انواع اساسيه من الافعال المساعده. طيب تعالى كده في صفحه لوحدها نقولهم مع بعض. ركز معايا. اللي هي الافعال المساعده. عندنا 3 انواع رئيسيين يا ولاد. ايه هي الافعال المساعده؟ اول حاجه عندنا verb to be، فعل يكون. طيب ركز معايا. عندنا verb to do، فعل يفعل. عندنا بعد كده verb to have، فعل يمتلك. ركز معايا. وكل واحد من دول معاه مضارع وماضي، مفرد وجمع. والله كل واحد من دول معاه مضارع وماضي ومفرد وجمع. تعال نمسك verb to be اول حاجه. ركز بقى معايا كده. verb to be فعل يكون، المضارع بتاعه خلاص والماضي، يعني كلمة يكون وكان. صح، سهلة خالص اهي. verb to be في المضارع بيبقى am وis، الاتنين دول للمفرد وار للجمع. واحنا لسه واخدين الضمائر، المفرد اللي هو هي وشي وات، والجمع وي وذي ويو. طب كلمة كان am وإز الماضي منها was. طب وآر الماضي منها were. كل ده بنشرح verb to be لسه. نمسك واحد واحد براحتنا. تاني verb to be يكون في المضارع am وإز، ماشي. واحدة واحدة خالص اهو. am دي معاها I، وإز يكون معاها he وشي وإت، وآر معاها وي وذي ويو. طيب دول مضارع، الماضي منهم was اللي هي كان معاها اي وهي وشي وات. طب ووير معاها وي وذي ويو. مفيش حاجه خالص اهو. اديني امثله فهمني. يعني اقول لك I am ill، انا اكون تعبان. she is happy، هي تكون سعيده. طب انا عايز اخليها ماضي، هقول لك he was ill. يبقى am وis وار دول مضارع اهو، دول مضارع، اما ده ماضي. خلاص، وادي الامثله. طب انا لو عايز انفي الكلام ده، لو عايز اقول ما لا يكون، I am ده هي هتبقى I am not، وis not تبقى اختصارها isn't، وare not اختصارها aren't، was not اختصارها wasn't، وwere not اختصارها weren't. تمام؟ يبقى verb to be في المضارع am وis وare. تمام؟ في الماضي يكون كان، am وis الماضي منهم was، are الماضي منها ايه؟ were. يبقى am وis وare دول مضارع، am معاها I، is معاها he وشي وات، are معاها we وذي ويو، was معاها I وهي وشي وات. خد بالك هنا I مع am
was معاها I، انا كنت I was ايه happy. where معاه we و they و you. لو انا عايز انفيها I am not is not are not wasn't weren't. ولو انا عايز اعملها في السؤال عادي ابدا السؤال باز او ار او was او were. دول لو جايين فعل مساعد وجاي بعدها فاعل بنجيب هنا صفه او فعل اخره ايه اي ان جي. يعني اقول لك is she happy، هل هي سعيده؟ is she studying، هل هي تذاكر؟ يبقى انا بجيب بعد الفاعل يا صفه. يبقى لو الفعل المساعد قام واز وار ووز ووير يبقى بجيب يا صفه او مكان. يعني لما اقول لك كده are you at school، هل انت في المدرسه؟ عايز اجيب بفعل باي ان جي، عايز اجيب صفه او مكان عادي لو هم فعل ايه مساعد. يبقى انا كده خدت كل حاجه عن الفيرب تو بي، سواء المضارع بتاعها ام واز وار، الماضي كلمه كان ووز ووير، ام واز، ام مع اي، از مع هي وشي وات، ووز بتيجي مع اي وهي وشي وات. النفي I am not isn't aren't wasn't weren't. طيب تعالى نشوف فيرب تو بي في الشرح معا، نقولهم مع بعض بسرعه تاني وتالت. فيرب تو بي يكون اللي هو ام واز وار في المضارع زي ما انا قلت، was وير في الماضي زي ما احنا قلنا. ام دي بتيجي مع اي، از دي بتيجي مع هي وشي وات، was بتيجي مع الاثنين اهو مع اي وهي وشي وات. الماضي منهم ار، دي مضارع الماضي منها بتبقى ايه وير. اهو يا سيدي is he yes he is زي ما احنا قلنا السؤال بتاعها. نيجي بعد كده الفيرب تو دو. تعال نروح لفيرب تو دو. بص يا سيدي فيرب تو دو اللي هو معناه يفعل برضه في المضارع بتبقى دو او داز، وفي الماضي did معناها فعل. خلاص دو دي مع الجمع مع اي ووي وذي ويو. does مع المفرد، دو المصدر مع الجمع، does مصدر باس مع المفرد مع هي وشي وات. اديني مثال اقول لك she does homework. she مفرد هي تفعل الواجب. I do homework. I جمع جبت معاها do. طب لو الجملة في الماضي هتبقى didn't. did في الماضي هتبقى did. خلاص طبعا did مع المضارع، did مع المفرد ومع الجمع. يعني she did homework هي عملت الايه الواجب. صعبة؟ عايز برضه احطهم في سؤال اهو do او does. وشرحنا في تكوين السؤال اللي ببدا بيه بنهي بيه. سؤال بدا باز في الاخر از، بدا بار في الاخر ار. سؤال بدا بدو في الاخر دو او دونت، بدا بداز في الاخر داز او دازنت، وهكذا. خلاص يعني لو عايز اعمل اهو اقول لك is she happy، هل هي فرحانه؟ هتقول لي yes she is او no she isn't. does she play، هل هي بتلعب؟ yes she does او no she doesn't. صعبة خالص. طيب نيجي لآخر حاجة وهو verb to have. يعني أنا خدت verb to be فعل يكون، verb to do يفعل، verb to have اللي هو يمتلك. نفس الكلام في المضارع بيبقى have أو has، ده في المضارع. في الماضي امتلك بيبقى had. have وhas الماضي منهم had، do وdoes الماضي منهم did. طيب have يمتلك مع الجمع مع I ووي وذي ويو. has دي
مع المفرد زي does، صح؟ زي is، زي was مع المفرد. has مفرد مع he وشي وات. موضوع سهل خالص خالص. تمام؟ يعني اقول لك I have car، انا امتلك عربيه. she has car، she مفرد، هي تمتلك عربيه. طب انا كان عندي عربيه، I had car. برضه بدات بيهم السؤال عادي جدا. هبدا السؤال بهاف وهاز، يبقى في الاخر برضه لازم يكون في ايه؟ هاف او هاز. خلاص؟ طيب يعني ملخص اللي احنا قلناه اهو. الفعل المساعد المفرد بقى اللي هو is was اهو مفرد مضارع وماضي. خلاص؟ does كل ده مفرد. has الفعل المساعد الجامع is was are were. does الجمع منها do. has الجمع منها ايه؟ have. خلاص؟ كل دول مضارع، مع طبعا الوير والوز دول ماضي. تمام؟ do does الفعل المساعد عشان يبقى ماضي do و does الماضي منهم did. have و has الماضي منهم had. ده بنشرح كله تاني. خلاص؟ is و are الماضي منهم was. are is الماضي منها was. are الماضي منها ايه؟ were. تمام؟ بس كده. كده خلصنا الافعال المساعده. تعالى نطبق على اللي احنا قلناه. اهوت does مع he وشي وات، ودو مع we وذي ويو، والماضي منهم did، والنفي بتاعهم don't ودازنت ودidn't. تمام؟ verb to have اهو have وهاز وهاد. have وهاز مع المضارع، هاد بتكون صيغه الماضي. طيب يلا يا باشا. ده بيقول لك ايه؟ هل هو دكتور؟ طيب اولا ما ينفعش اقول استخدم does، لان استخدام does لازم يكون معاه فعل في المصدر. دو does عشان استخدمهم لازم يكون معاهم في فعل في المصدر. فبقول ايه؟ is he doctor. I بيجي معاه ايه؟ I am very hungry، انا جعان. my friend صاحبي ايه في المطعم امبارح. yesterday ديت امس يعني ماضي، يعني هقول ايه؟ was. they في المستشفى الاسبوع اللي فات ماضي، يبقى they were. they at home هل هم في المنزل. طيب بص بقى هنا، هل ممكن طبعا زي دي جمع، زي دي جمع، والجمع يا دو يا ار، بس انا بستخدم دو ودز تاني. بستخدم دو ودز لو في فعل في المصدر. بالله عليك ركز في دي. دو ودز ودد لو في فعل في المصدر. دو ودز ودد اوعى تستخدمهم. بص اوعى تستخدمهم في السؤال اللي اذا كان في فعل في المصدر. اوعى تستخدمهم في السؤال اللي اذا كان في فعل في المصدر. تمام؟ دو ودز لازم ودد لازم يكون فعل في المصدر. هنا مفيش فعل في المصدر، هنا في مكان at home، يعني is او ار او was او were. فهلاقي كلمه ايه؟ are. يبقى are they at home. طيب she in the garden، هل هي برضو كانت في الحديقه؟ يبقى was. عايزك تحل كده لوحدك. حل لوحدك وبعد كده ارجع راجع معايا، يعني وقف طبق لوحدك حل معايا. طيب my brother in the bedroom، هل اخواتي يكونوا في البيدروم؟ طيب brothers جمع، فمفيش جمع غير وير. طب ليه مش دو؟ ما هو مفيش فعل في المصدر. انا ما بستخدمش دو وداز وديد الا اذا كان في فعل في المصدر بس. اوعى تستخدم دو وداز وديد الا اذا كان في فعل في المصدر. طيب هذه تكون ابل تفاحه، يبقى it is. انت تكون يبقى you are. سامي في المتحف امبارح يبقى was. I box صندوق انا امتلك I have. هم ايه عربيه هم يمتلكوا they have. احنا ايه بيض احنا نمتلك بيض we have. هو
يتناول او يمتلك الفطار بتاعه he has عشان هو مفرد. الكلب ايه meat الكلب يمتلك لحمه. طيب she won't dress won't هنا تريد وفي فعل في المصدر يبقى على طول does she want. اللي بعدها you want eggs ويو جمع يبقى do you want. yes they جمع يبقى yes they do. did she play tennis السؤال بدأ بديد يبقى لازم انهي زي ما هو بدأ يبقى yes she did. وبكده يكون خلص معانا المحاضرة التانية. رجعت بالظبط وعندك اي سؤال او اي استفسار في اي حاجة ابعت لي وانا هرد عليك طول فترة الكورس. تمام؟ استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معاكم دايما ان شاء الله باذن الله. خلصنا اول محاضرتين اللي هو يعني بري سكندري اللي هو قبل او ما قبل مرحله الثانويه. خلصنا تكوين السؤال تكوين الجمله وحلينا عليهم كميه كامله كبيره جدا من الاسئله. شرحنا النهارده الضمائر كلها. شرحنا يعني ايه افعال مساعده فيرب تو بي وفيرب تو دو وفيرب تو هاف وخدنا اسئله عليهم. ان شاء الله الاربع محاضرات الجايين دول هيخصوا قوي المرحله الثانويه. وبرده طبعا ممكن تتفرج عليهم اي حاجه اي حد اي مرحله ممكن يتفرج عليهم. خلاص اشوفوا بخير. سلام.